بسم الله الرحمن الرحيم. استر يا رب، استر يا رب. بما اننا بقى في موسم البلح وبيتعمل منه حاجات كتيرة قوي 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 قوي، فتعالوا نشوف بقى وصفة النهاردة هتبقى بالبلح ده. حاجة خطيرة جدا 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 وبتدي طاقة وباور كده على الصبح بقى، ولاد رايحين المدارس، جوزك هو رايح الشغل كده، دي تدي باور خطير. تعالوا قبل ما نبدأ الفيديو نحط لايك ونصلي على الرسول. تمام، يلا تعالوا. معاكي 4 بيضات يا اختي، حطهم فين؟ نسيبهم كده عشان ما يقعوش. دي 1 2 3 4. حلو كده، حلو كده. معاكي كوبايه سكر مطحونه، كوبايه واحده بس علشان الوصفه بتاعتنا فيها هيتحط فيها سكر تاني. 2 باكت فانيليا. الله، بموت في الفانيليا بتاعت تاج الملوك اقسم بالله. شويه فانيليا سايله لان بحب قوي الفانيليا السايله في الكيكات. كوبايه لبن كمان، كوبايه 3/4 كوبايه، يعني هو 3/4. نضرب كل ده بقى في الخلاط. نص كوبايه زيت هنحطها على الخليط. هنا حطينا كوبايه سكر من غير اي سوائل او من غير اي حاجه جوه الطاسه، وسيبناها على النار هاديه كده لحد ما السكر داب معانا، ونزلنا بمعلقتين ميه بس، هننزلهم كده في الصينيه. ولازم ان احنا نوزعهم بسرعه قبل ما السكر او الكراميل يمسك، لانه شايفين بدأ يمسك اهو. فهنحاول ان احنا نوزعه بسرعه كده بالمعلقه علشان بيجمد بسرعه. وهننزل بقى بالبلح. شايفين البلح اصلا خلي شكل الصينيه حلو، يعني انا بعد ما رصيته بجد كان شكلها حلو جدا. حاجه كده تفتح النفس، وشكلها يعني ممكن لو احنا رايحين مثلا زياره لحد، ان احنا ممكن نعمل حاجه زي دي وناخدها واحنا رايحين، حاجه حلوه جدا والناس هتنبسط بيها. الخليط بتاعنا بقى هننزل بكوبايتين دقيق. شايفين ادي الكوبايه الاولى، احنا حطينا 3 كوبايات دي، انا نزلت الكوبايتين الاول وقلبت زي ما انتم شايفين. بنخلهم، لازم يا جماعه الدقيق يتنخل في الكيكات بالذات. وهننزل بكيس بيكنج باودر، لازم الدقيق يتنخل كويس جدا. ونزلت كمان بذره ملح. حلو جدا جدا. احنا حطينا كوبايتين وهنشوف الخليط عاوز ايه. انا عارفه ان هم هيبقوا من 2.5 ل3 كوبايات دقيق، فاحنا هنقلب بس كده وبعدين هنضيف الكوبايه الثالثه لان هو لسه سائل خالص. الكوبايه الثالثه اهي. الحركه دي حلوه جدا يا ولاد، ما بيخليش الدقيق يهدر كده ويقع عندي بتوقع كتير يعني، معلومة يعني. هنقلب كويس بقى جدا جدا لحد ما الخليط يتجانس معانا. شايفين قمر ازاي؟ قمر 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 بجد 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 بجد. عايزة اقول لكم ان انا اول مرة هاكل الكيكة دي، انا شفتها وبجد عجبتني جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف القوام بتاعها عامل ازاي. هو ده القوام اللي انا عايزاه. شوفوا بقى رصيت الصينيه ازاي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. خطير خطير خطير. انا ما دهنتش ولا زبده ولا سمنه ولا اي حاجه خالص في الصينيه، تمام. ونزلت كده عليها البتاع وربنا يستر. ربنا ايه؟ ربنا يستر. يلا بقى
نخبطها خبطتين كده، طلع اي هوا فيها. تمام. وايه، وعلى فرن الرف اللي في النص على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة، وبعدين نشوف ايه اللي حصل فيها. شايفين القمر ولا الريح؟ يا خرابي على الريح، يا خرابي يا خرابي. شايفين الحتة دي بقى؟ ده بيدل على ان الكيكة مقولكوش بجد حاجة كده زي كتاب مقال. يا رب بس تتقلب كويس. تعالوا ايه، نحط هنا كده شوية مية سخنين عشان ايه، علشان نطشها كده فيها دقيقة، بس دقيقة علشان تعرف تتقلب معانا وما يطلعش شكلنا وحش في الاخر. بصوا هي يعني من الجوانب حلوة قوي، يعني مش لازقة خالص. عاوزين بقى نقلبها. سخنة قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استر يا رب، استر يا رب. النبي انزلي انزلي انزلي. هل تعتقد نزلت؟ انزلي. نزلتي نزلتي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله. بذمتكم في حلاوة كده، في طعامة، وبصوا يعني كيكة إليجنت وشيك جدا جدا. وشايفين أصلا هشة، يعني هي من النص من كتر هشاشتها اتفلقت من النص اقسم بالله. تعالوا يلا نقطعها مع بعض. بلاش دي، ناخد دي بشنشارة دي. ناخد كده. بصوا هي لازم تتقطع باردة يا جماعة، لازم تتقطع باردة. حلوة قوي. بصوا بس هوريكم بس عاملة ازاي. يا لهوي على القمر. هو في كده يعني، ولا عايزة تتزين ولا عايزة اي حاجة في الدنيا، هي عايزة بس تحط كده. اوبس كده بس. هو مش عايزين حاجة اكتر من كده. شايفين ايه ده؟ ايه ده بجد؟ يعني ايه ده؟ شوفولي بقى كده، شوفولي بجد، شوفولي. بصوا دايبة اقسم بالله حاجة كده. انا مش عارفة اتخطى جمالها بجد. كل ما اجي اصور فيديو لازم حد يرن عليا. الله. شايفين من جوه قطن، قطن والله العظيم قطن. اجيب لكم من هنا. ماشي يا قلبي، بألف هنا. ماشي بألف هنا. يلا بقى كفايه عليكم كده، راح اكلها بقى مع العيال. هي دلوقتي عايزه كوبايه لبن، اقسم بالله عايزه كوبايه لبن، لان عظمه بجد. انا ما بعملش حاجه وحشه على فكره. يلا فوتكم بالعافيه. متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، تعملوا فولو للفيديو لو اول مره تشوفوني. باي باي.